في لحظة كده بتيجي لابنك بتحدد ابنك هيكبر بثقة ولا جواه هيكون في ضعف. هي لحظة كده أو دقيقة تقدر تقول بتيجي كل يوم بتعدي كده من غير ما ناخد بالنا، بس الغريبة بقى إن الدقيقة دي أو اللحظة دي بتسيب علامة معاه طول حياته. يعني كل كلمة بتتقال أو نظرة أو إحساس مخ الطفل بيسجلها في ملف اسمه أنا مين. تعالوا بقى نعرف امتى اللحظة دي بتحصل بالظبط وازاي ممكن اللحظة دي تغير مستقبل الطفل كله. بص أنا هقولك على حاجة ممكن أول مرة حد يقولها بالشكل ده. ابنك أو بنتك قبل ما ينام بيبقى في حالة اسمها برمجة تحت الجلد، ودي مرحلة حساسة قوي. يعني كل نظرة أو كل كلمة أو كل إحساس أنت بتوصله لابنك بيدخل جوه مخه وبيفضل محفور معاه العمر كله. يعني أنت بتزرع كده جواه كلام من غير مقاومة ومن غير ما هو يحس، حتى لو أنت شايف ومتأكد إن ابنك نايم. يعني ساعتها إحنا بنشوف ولادنا كده إن هم نايمين ونفتكر إن هم راحوا كمان في النوم، لكن ساعتها بقى العقل الباطن بيكون فاتح أبوابه على الآخر ومستعد يسجل أي كلمة يسمعها. يعني بياخد أي كلمة كده من غير ما يسأل ويسجلها عنده. يعني لما تيجي في آخر اليوم كده وتقول له أنت فاشل، أنت مش نافع، أنت تعبتني، هو المخ ساعتها مش بيسمعها كلمة وانتهت، هو المخ ساعتها بياخد الكلمة دي تعريف لنفسه وبيصدق بكده. في دراسات علمية كتير أثبتت إن الطفل قبل النوم بيكون في حالة شبه التنويم المغناطيسي بالظبط، بيقعد يخزن كل اللي بيسمعه، وده بقى بعد كده بيتحول لطريقة تفكير وعادات، وكمان بتوصل للطفل إن هو ممكن يتعقد. طب بقى نعمل إيه ببساطة وإيه الحل؟ بدل ما نسيب آخر حاجة إن الطفل يسمعها تبقى كسر ليه، لا ده إحنا نصلح ونخليها ترميم. يعني مثلا نقول له أنا عارف إنك حاولت النهاردة، أنا فخور بيك، بكرة هنبدأ يوم أحلى. أنت عارف إن الحاجات الصغيرة دي بتفرق معاه جدا. تخيل كده إن ستيف جوبز مؤسس أبل كان بيقول بقى إن أكتر حاجة أثرت فيه فعلا كلمة واحدة أبوه كان دايما بيقولها له قبل ما ينام. بيقعد يقول له أنت مميز، أنت عندك حاجة هتغير بيها العالم كله. يعني كلمة واحدة فعلا بقت وقود غيرت حياته كلها. فخليك واعي، لأن قبل ما ينام ابنك انت عندك فرصة، يا اما تبني بطل بجد يا اما هتزرع جواه علامة هتفضل معاه العمر كله. يعني كلمة تصبح على خير دي ما بتكونش مجرد سلام وبس، اوقات بتكون بداية لمستقبل نفسي مختلف تماما. لو انت بقى مهتم ان ابنك ينام مرتاح تابعني عشان كل يوم نعرف سوا ازاي نربي ولادنا من غير ما نكسرهم.